الو، شركة المثل الدعاية والإعلان. عاوز أعلن عن منتج للطاقة والنشاط والحيوية. يا ريت لاعب كورة طبعا. ايه رأيكم تجيبولي كابتن محمد هاني مثلا؟ بلاش. طب تعرفوا تجيبولي كابتن أحمد سيد زيزو؟ امال انتوا حاطين مين يا جماعة في دماغكم للكامبين دي؟ مين؟ البلدوزر مجدي عبد الغني؟ اقفل يا عم ما تعصبنيش، ده انتوا فشختوا الماركتينج في أفكاره. بعد مساء الخير يا كابتن، ايه رأيك في اعلانات اللعيبة؟ اللعيبة دي ما ينفعش تعلن عن منتج، دي كبيرة تعلن اعتزالها. يا راجل ده في لعيبة بتعمل دعاية سلبية للمنتج والمستهلكين مش بيشتروا المنتج بسببهم. زي مين يعني يا كابتن؟ لا من غير ذكر اسماء، كابتن قفشة وكابتن طارق حامد، شفتهم لما عملوا اعلان مكنة الحلاقة وقعدوا يلفوا ويزاولونا طول الاعلان. عليا الطلاق اعرف 3 اصحابي سايبين دقنهم من ساعتها ومش عايزين يمشوا عليها موس بسبب الاعلان ده. سؤال جاي لك من ناصر من وادي النطرون، بيقول لك ايه هو سر نشاطك وحيوتك يا كابتن؟ انا شخصيا ما جاليش المرض غير بعد الاعلان بتاع البلدوزر مجدي عبد الغني، وانا مش فاهم فين عقل المريض اللي هيروح يجيب برشام مقويات كان بياخده كابتن مجدي، وفين اصلا نشاطه وحيويه كابتن مجدي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير وهو قاعد. هو ايه ده اللي قاعد؟ كابتن مجدي يا ابني. عندك حق يا كابتن. لا انا ليه اعتاب على الكريتيف بتوع الاعلانات، وبالذات اعلان بنك سعيد ده. مش ده اللي كان البنك الرسمي لكرة القدم؟ ايوه بس مش مبرر برضو انهم يجيبوا لعيبه كوره تعمل تقسيمه جوه فرع البنك. هم اصلا ناحتين اعلان من بيبسي، اللي هم اصلا ناحتين الاعلان من نايكي. تقريبا هو نفس الاعلان بس الفيرجن المصرفي. ده بعد كده نروح نسحب فلوس واحنا لابسين شورت وجزمة كورة. لا ستوب يا ابني، قلت لك 100 مره لو هتموت وتحقق الكوميديا شوف لك شغلانه تانية غير دي. لا مؤاخذة يا كابتن، اللي قاطع الارزاق. عكرت دم، الله يعكر دمك. اخرج فاصل موسيقي بقى يا مخرج بسرعه. يا حلولو لو يا حلولو الدنيا معايا تحلولو، يا حلولو لو يا حلولو الدنيا معايا تحلولو. بدل لعب كورة في النادي هعمل اعلانات عادي، وهجيب لك جون عايز العربون واتفرهد ليه. ها او او ها او 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 يا حلولو، ها او 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 يا حلولو. صورت اعلان تدريب فكس مني، صورتي اتحطت على البانر بقيت اشهر من نار على العالم، وفلوسهم يا محلاها. اطلع مع رامز تلفزيون مصلحة مكسبها في المضمون، واستحمل حتى لو هتفرم بلا كورة بلا متاهة. يا حلولو لو يا حلولو الدنيا معايا تحلولو، يا حلولو لو يا حلولو الدنيا معايا تحلولو. الله عليا وعلى حلاوتي وغنايا وجمالي. بقول لك ايه، انت متخيل ان في شركه كريمات شعر وجل الكريتيف بتاعها سوحها وخلاها جابت كابتن احمد الشيخ يعمل لها اعلان؟ الا بالحق كابتن احمد الشيخ بيلعب فين دلوقتي؟ ربنا يكرمه، ادعيله. عنده جوله لعب صعبه اليومين دول على اللايف بتاع التيك توك، وشغال يقول للناس كبسوا كبسوا. سؤال جاي لك من طلعت مصطفى من مدينتي. انا سمعت الاسم ده فين قبل كده؟ ده غالبا صديق للبرنامج وبعت قبل كده. بيقول لك يا كابتن الفلوس تخلي اي لاعب يعمل اي اعلان. الفلوس خلت الدون في عز مجده يجي يقول لك حديد هالمصريين جيل جديد من حديد، وخلت صلاح في عز مجده يغني الراب عشان شركه زيوت عربيات. يا راجل دي خلت ميسي يقول لك دجاج كنتاكي سره لذيذ، وطلع في الاخر قصده يقول سره لذيذ. سؤال من وليد من الحلميه، بيقول لك ايه السر في ان حراس المرمى كلها بتعمل اعلانات؟ فرة وجايه في الحراس بعيد عنك يا وليد يا اخويا، من اول عصام الحضري اللي مراته كانت لا مؤاخذه ترمي له حاجاته في كل حته في البيت ويطير يجيبها. ده كان اعلان مسحوق غسيل انا فاكره. ايوه. ولا كابتن اكرامي اللي كان بيعمل اعلان وهو بيشرب لبن بالشوكولاته. ايوه. طب وايه الغريب في كده؟ الغريب انه كان بيشربه وهو واقف جول. طب ما ده السبب منطقي للاجوان اللي بتدخل فيه. ولما ادخل انا فيك شمال وازعق لك، هو انا يا ابني مش قلت ما تقاطعنيش؟ كمل يا كابتن، ما تعصبش نفسك بسبب واحد زيي. صحيح. وكابتن محمد الشناوي اللي عمل اعلان بسكويت واعلان نودلز. كل ده ما شاء الله. ده الحراس فعلا مسيطرين على الاعلان. ده بمناسبه السيطره، الحارس مصطفى شوبير ما شفناهوش لسه وهو بيلعب، بس شفناه في اعلان تايجر وسيطر. ده مفيش انفلونسر بيتكلم عن الكوره غير وقال اسمه وهو بيقول اسماء البدلاء. طب بمناسبه الاعلانات يا كابتن، ايه رايك في الاعلان عن صفقه امام عاشور؟ انا طبعا مش هتكلم على الصفقه نفسها، احنا هنتكلم عن الاعلان عن الصفقه. والحقيقه انا مش هتكلم برضه، هو انا هسال هو ليه الاعلان ده كان بالانجليزي؟ يعني هو هل هو مثلا وصل وست بروميتش بالسلامه مثلا، ولا جاي لنا مثلا من ليفربول على الاهلي عدل؟ انا مش فاهم. ويعني ايه الشبح ما بتشوفوش غير لما هو يسمح لك؟ برضه دي جديده، انا ما يعني نسمع على الاشباح حاجات تانية غير ان هم بيفهموا في الاصول والاتيكيت، وانا اقول لك وتقول لي. انا مش فاهم حاجه بصراحه. واخر حاجه برضه بعد ما الشبح وراني نفسه، فهو اللي بيعمل كده بايده برضه، يعني ده اكتر
قطه بتخربش مثلا. انا مش فاهم حاجه. بقول لك ايه، خش على السؤال اللي بعده. بس انا يا كابتن ما شفتش زي ماني ومبابي، الاتنين ربنا فتحها عليهم في الاعلانات وبقوا سفرة. سفرة ازاي يعني؟ بقوا سفرة المطعم الكبابجي فرع ال90 وفرقة الكبابجي للفنون الشعبية حيتهم بشوي الملوخية. يا واد هم عشان قعدوا على السفره هيبقوا سفره؟ بعدين انت فاكر ان دول ماني ومبابي بجد؟ يهطل اخواتك انت قاعد مفيش حد يسأل عليك هنا. بالمناسبة لو ما شفتش حلقة انفلونسرز الكورة ارجع وشوفها. بس كده؟ لا، يعمل لي لايك وشير وفولو، ولو احنا على اليوتيوب نعمل سبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتات وتزودوا التفاعل وتدلعوا ابو العز عشان ابو العز يحبكم ويعمل لكم محتوى يليق بحضراتكم. اوكي اتفقنا؟ يلا بينا، اشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.